برنامج صوت الحياة، أنت قدمت المؤتمر النهارده تقديم حلو، والقرآن الكريم ده أحلى حاجة في حياتنا، مش ربيع عمرنا بس ده ربيع حياتنا كله اللي احنا بنستمد منه الطاقة والنور. النهارده بيمثل مؤتمر الدكتور محمد شعلان إيه لحضرتك، وحضرتك أول من قدم المؤتمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بفضل الله وبفضل القرآن الكريم استمدينا بعض الآيات التي تشير إلى حفاظا أو تشير إلى بيت المسجد الأقصى، وهو دور من دور العبادة التي لابد أن نحرص عليها جميعا ونسعى إلى سلام دائم. ونشكر المستشار محمد شعلان على إقامة هذا المؤتمر حرصا عليه كل عام، وكل عام وأنتم بخير وسلام من الله عليكم. كل سنة وعليك بخير، ودايما القرآن اللي حضرتك حافظه بتطلع تقوله للناس ده حسنات، الحسنة يمكن ب1000 مش ب10 أمثالها زي ما بيقولوا. وليس الأمر كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شد في هذا الأمر وأنذر لهذا الأمر وأثار لهذا الأمر، فقال عنه صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله في علاه أن يحفظنا ويحفظ بلادنا، اللهم امين يا رب، وأن يجعلنا متحابين دائما وفي سلم وسلام دائم يا رب العالمين. يا رب يا رب دايما يا رب. وانا سعيده بحضرتك من برنامجنا صوت الحياه، سعدت بمعاليك.